اخر مرة جبتها كانت ب300 جنيه. دلوقتي يا ترى هتبقى بكام؟ لا، انا هعملها في البيت بقى. تعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي. واحلى تورتة ايس كريم هتعمليها هتبقى من ايدك بجد، احلى من اي محل. انا جبت ربع كيلو من دقيق الاسبونج، حطيت عليه 3 بيضات ومعلقة من الخل ومعلقة من محسن الجل وربع كوباية من المية تكون ساقعة ومعلقة من الفانيليا في العجين او بالمضرب الكهربائي لمدة 10 دقايق متواصلة أو لغاية ما يوصل معاكي للقوام ده. عندي الصينية بتاعتي مبطناها بورق الزبدة، دي صينية مقاس 24. صينية الفرن العادية، حطيت الخليط وبطلع منه الهواء كويس جدا وبدخله الفرن على درجة حرارة 180 لمدة نص ساعة. بخرجه بختبره بخلة الشيش وبسيبها تبرد خالص في مكانها. بعد ما بتبرد أنا بشيل منها الطبقة اللي من فوق. ده كان تاني يوم. حبيت ان انا استخدم صينية التشيز كيك اللي هي بتتفتح، حطيت لها ورق الفاكيوم كده، بس كان الكيك اقل من الصينية فكده كانت هتبوظ، فاستخدمت صينية عادية بتاعة الفرن العادية وحطيت فيها كيس من اكياس التلاجة، فتحته بالشكل ده وحطيت الورق الفاكيوم برضو وحطيت الكيك كان مظبوط عليها. هنعمل بقى الايس كريم. انا استخدمت ايس كريم البودرة اللي بيتجاب سايب من عند اي مستلزمات حلواني. خدت تمن كيلو بيتحط عليه ربع كيلو لبن، حطيت عليه لبن متلج وفانيليا، وحطيت كمان معلقتين من الكريم شانتيه ومعلقة كبيرة مليانة من الحليب المحلى المكثف. انا دي زيادات انا حطاها، لكن هو اللي بيتجاب من عند المستلزمات الحلواني ده البودرة دي بيتحط عليها ربع كيلو اللبن المتلج وبتضربيهم مع بعض. انا حبيت اعزز الطعم فحطيت كل ده. بعد كده انا حبيت ان انا اخلي اول طبقة بالكراميل، فحطيت معلقتين كبار من الكراميل البيتي. هحط لك اللينك في صندوق الوصف، الكراميل البيتي والحليب المحلى المكثف. بعد ما ضربتهم كويس جدا وصلت للقوام ده كده بقى شكله جميل جدا. هحطه بقى على الكيك وهسيبه بقى في التلاجة لغاية ما يجمد عشان اعمل الطبقة اللي بعدها. بعمله بس خبطتين كده عشان لو في اي فقاعات هوا تطلع لفوق. الطبقة التانية حطيت برضو ربع كيلو اللبن المتلج وحطيت كمان عليه بودرة الايس كريم، هي بتبقى فانيليا وانتي بتعملي النكهات براحتك جدا. تمام. ومعلقتين الكريم شانتيه الخام، وهنحط كمان كاكاو عشان احنا عاوزينها شوكولاتة. هحط معلقتين كبار كاكاو خام والحليب المحلى المكثف برضو. هنضربهم مع بعض كويس جدا، وبعد ما بيتضربوا مع بعض والقوام يبقى كويس هحط بقى نوتيلا. دي حاجة من عندي انا بحطها عشان خاطر تعزز الطعم، فهحط معلقتين كبار نوتيلا بديل النوتيلا. حبيت ان احط لها كمان بسكوت اوريو، فاخدت البسكوت وكسرته وحطيته عليها وقلبته، بجد كانت مديه طعم حلو جدا. بحطها بقى على الطبقه الاولى وبعد كده بحطها برضو في الفريزر، ما بطلعهاش غير لما بتجمد. هعمل طبقة تالتة كمان. حطيت التمن كيلو البودرة بتاعة الايس كريم وعليها ربع كيلو من اللبن المتلج، وقلت لكم ان دي حاجات الاساسية للبودرة بتاعة الايس كريم. انا بقى بزود معلقتين من الكريم شانتيه الخام وبحط كمان حليب محلى مكثف وفانيليا. لو عاوزة تحطي بقى اي فاكهة اي حاجة نكهة تانية دي برضو دي حاجات بتزوديها. انا الطبقة دي هزود فيها بسكوت اوريو عشان تبقى فانيليا اوريو. كسرت بقى البسكويت وحطيته ويبقى كده الطبقات عندي كيك شوكولاتة، وبعد كده ايس كريم كراميل ايس كريم، بعد كده شوكولاتة نوتيلا اوريو، بعد كده فانيليا اوريو. بعد ما حطيت الاوريو على الخليط حطيته برضو كمان خد ضربتين كده عشان يبقى فتافيت اقل شوية. بعد كده رجعته وحطيته في الصينية بتاعتنا وهسويها كويس، وبعد كده هجيب اوريو تاني وهحطه على الوش من فوق. بجد كان طعمها تحفة جدا. هسيبها بقى في الفريزر لمدة اقل حاجة 6 ساعات. انا سبتها ليلة كاملة وبعد كده تبقى جاهزة معاكي بالهنا والشفا. لما جيت اخرجها من الصينية الكيس سهل عليا جدا، وبعد كده شلت الورق الفاكيوم برضو خلى الشكل متساوي وشكله حلو جدا. لو جينا شفنا بقى التكلفة اللي كلفناها عشان نعمل التورتة الحلوة دي هنلاقي ان احنا يعني اللي احنا دفعناه حاجات بسيطة جدا، اقل من الربع لو اشتريناها من بره. يعني بالسعر اللي بنشتريه من بره تورتاية ايس كريم بالشكل ده ممكن بتمنها اعمل 3 مثلا او 4.
عملناها بقى في البيت بطريقة سهلة وبسيطة وبجد هتعجبك جدا كأنك جايباها فعلا من بره. ياريت ما تبخليش بقى عليا باللايك وتعليق حلو منك والاشتراك في قناتي على اليوتيوب وصفة هدير سعد. شكرا جدا والسلام عليكم.